دينيا بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الصادق الأمين، فهو أمين على وحي الله وسراج الهدى المبعوث رحمة للعالمين، سيد المرسلين الذي بلغ الرسالة وأخرج البشرية من الظلمات إلى النور وهداها إلى الطريق القويم. أجواء قدسية تشع بالتقوى والإيمان في هذه المناسبة الدينية المهيبة، وأمير المؤمنين يسير على نهج جده المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه في التمسك بتعاليم الدين السمحة، ويبذل الجهد الجهيد في سبيل قيامه بالأمانة العظمى التي حمله إياها الله سبحانه، إبرازا لروح الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال. محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الكريم تنطق ملايين الشفاه، وله تلين ملايين القلوب في ضراعة وخشية وإنابة. نصح الأمة وبلغ الأمان وامتدت كلمته إلى أقاصي الأرض، وقد جد الدارسون منذ أشرقت الأرض بنوره يتلمسون نواحي العظمة الإنسانية في سيرته العطرة ومظاهر جود الله جلت قدرته في عقله وخلقه وعمله. بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله ونبراسا منيرا ليكون الهادي إلى الصراط المستقيم. اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، فبوأه منزلة عبده ورسوله وخليله وصفيه، وقد أعده العلي القدير لأن يحمل الرسالة للبشرية جمعاء، رسالة أكمل دين، وليكون شمس الهداية يضيء درب المهتدين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يثني عليه الله في الملأ الأعلى وتصلي عليه الملائكة الكرام، فصلى الله وسلم على أكرم الخلق وأزكاهم وأرفعهم منزلة وأتقاهم. أشرقت بمولده الدنيا وقذف الله حبه في قلوب أهل الإيمان، فكانت أمته خير أمة أخرجت للناس. وذكرى مولد رسول الله هي مناسبة لاستحضار سيرته الشريفة ودراسة شمائله ومحاولة التخلق بها، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم هي تمثل للقرآن على الأرض، وهي التي غيرت وما تزال مجرى التاريخ بما لها من أثر كبير في تهذيب النفوس وتربية الأرواح وتوجيه المجتمعات إلى طريق الحق. ولنا في سيرة الرسول الكريم ذخيرة ورصيد متجدد تستمد منه أجيالنا عبر الزمن عناصر البقاء على المحجة البيضاء وأصول الامتداد نحو القمة السامقة. فالسيرة النبوية هي منهج الارتقاء بالإنسانية إلى درجات لم تشهد مثلها على امتداد عصورها، وهي أيضا الصورة الواقعية والمثلى للإسلام والنموذج الأعلى للدستور الإلهي الشامل الصالح زمان ومكان. تمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلا عميقا جعل القلوب تفيض بإجلاله، والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها يتفانون في الإحاطة به كتابة ودرسا ونظما ونثرا. فالحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ونور الحق وأيده بالآيات البينات، وأنزل عليه القرآن الحكيم سراجا منيرا وهاديا إلى دينه وحجة لرسوله وبرهانا على صدقه وأمانته على وحيه ليهدي الأنام إلى سبل السلام. وما سيرة النبي إلا تبيان واضح يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية في شموليتها.
مجد فخير فضل عميم نعم الإيمان نبع الكمال عين الجمال قطب الجلال بدر التمام أبدى الإله سلاحنا ثم اصطفاه بين الآلام إفاضة نور من جمال إلهنا تجلى بها الوهاب فيضا مؤبدا وأبدعها لطفا كمال اقتداره وقال لها الرحمن كوني محمدا ليلة المولد الكريم سلاما من فؤاد بالمصطفى قد هما وينادي محمدا بصوت صرمدي صباه شاق الغمام أصرخ له شمائل غر لنبي إلى السماء تسامى هو نور ورحمة ورشاد وهو روح للعاشقين دواما هذا الذي ضاءت الدنيا بطلعته وأصبح الكون من أنفاسه عطرا هذا الذي كل من في الكون يعشقه وذكره في قلوب العارفين صرا ذكري وأورادي بمنبع الأسرار محمد الهادي المصطفى اختار رسولنا الباري الساطع الأنوار كالشمس تظهر للعينين من بعد صابرة وتكيل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فاطم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طلعت في الأفق أمن هدى العالمين وأحيت سائر الأمم صلاة الله سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طابع الرضا والقبول وعلى آله وصحبه صلاة تضمن لنا بها من فضلك تمام الوصول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام دائرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه صلاة تخشع بها القلوب وتلين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بالصلاة عليه تتم الصالحات، وعلى آله وصحبه صلاة ترفع لنا بها من عظيم فضلك الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تاج الإنابة، وعلى آله وصحبه صلاة حظوتها قرب واستجابة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سر إيجاد البرايا وإسعاد الأكوان، سر إيجاد البرايا وإمداد الأكوان، وعلى آله وصحبه صلاة عافية في القلوب والأبدان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي حملته آيات الذكر الحكيم، وعلى آله وصحبه صلاة نورها السبع المثاني والقرآن العظيم. شيء مدح طه أبي الزهراء أبي مشغول بذكره سرا وجهرا. أشهد وأقول من يعشق طه اسم قدرا ينال القبول. جعلته الود والذكرى عنه لا أحول، ومن هو الآيات الكبرى قلوب المقبول. يا إماما للأنبياء جميعا بالصلاة التي فيه صلى طفلا ليزا وطفت خلقا وخلقا، وإليك المجد الأثيل تناهى. قرن الله باسمه اسمك للأمة وقت صلاتها ودعاها. ليت شعري مدى يصوب جناني بعد ياسين في علاك وطه. فتقبل يا أكرم الرسل طرا من ذكر إليك قد أهداها.
لأهل الأرض منحل بينهم به يرفع الله العذب ويضرب ألا فادعوا على الله يرحمنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يذهب يا رب فتح لي البلاد من الرضا وتشفنا هولا الزلازل والمحن إنا عبادك نرتجيك لضعفنا فقبل وفرج همنا يا ذا المنن واطلب بنا فيما به حكم القضاء واغفر ذنوبنا مراكزنا الزمن يا ربي إن ذنوبي في الورى كثرى وليس لي عمل بالحشر يرجيني وقد أتيتك بتوحيدك أصحابه حب النبي وهذا الفرض يكفيني أرجو به فيما حييت شفاعة من سيد ثقلين أشرف سيدي فأفوز في يوم المهيب بالرؤى زدني إلى حوض الحبيب الأسعد رباه أكرمني بها وأظلني بين الجنان بظل ذاك الأشهد عليه صلاة الله ثم سلامه سلام به يقدون مدحيون الضام وآله والأصحاب ومن حديثه يبدأ ذكره جميل بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل
توكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين، في كل عام بهذه المناسبة يقدم المجلس العلمي الأعلى إلى جنابكم الشريف تقريراً عن نشاطه ونشاط المجالس العلمية المحلية. وبدل الوقوف في هذا الموجز عند المحاور المعتادة في التقرير، أستأذن في أن أنهي إلى علمكم السامي أن العلماء يعملون في باب التبليغ الذي هو مهمتهم الأساسية على تنزيل منهج مسدد يستثمرون فيه تجربتهم في المرحلة السالفة. مولاي أمير المؤمنين، إن العنوان الأسمى لرسالة جدكم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام هو التبليغ، مؤسسا على قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وحيث إنه تبليغ مبين فقد صنع أمة نموذجية، ومقياس جدوى هذا التبليغ هو النجاح في تغيير الإنسان على أساس إقناعه باتباع سبل الحياة الطيبة التي وعد الله بها بشرطي الإيمان والعمل الصالح. مولاي أمير المؤمنين، إن الله يشهد والناس يشهدون أنكم قد أديتم ما عليكم في هذه المهمة الموروثة عن جدكم، وذلك بحماية دين الأمة وتيسير إرشادها من خلال تأثيرها بالمبلغين على اختلاف مستويات تدخلهم. والعلماء على وعي تام بأنكم قد أتحتم لهم كل الشروط للقيام بمهمتهم في سياق ما تحققونه من الأمن ومن تمهيد أسباب المعيشة للأمة. وآخر إجراء لتعزيز عمل المؤسسة العلمية هو ما تفضلتم به هذه السنة من دعم تأثير الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وإحداث مجالس علمية جهوية، وتوسيع العضويات في المجالس العلمية المحلية. ثم إن العلماء واعون بأن ضعف أثر التبليغ على الحياة اليومية للناس يرجع إلى القصور في تقديم الدين للناس من منظورين: أولاً منظور أخلاقي مبني على التوحيد الذي يثمر محاسبة الذات وصنع النفوس اللوامة التي تتحرر من الأنانية وتلتزم بكل ما يدرج في القيم المدنية بمرجعية الإيمان، مع تنمية الاستعداد للخير في الأمة على غرار ما تجلى لديها من وجوه التضامن لمواجهة آثار الزلزال. ثانياً منظور سلوكي مبني على ترتيب الممارسة الدينية على الأولويات العملية، لا سيما في باب الحرص على أكل الحلال، أي تجنب الغش في الأعمال والمعاملات وأداء الحقوق. وتقتضي هذه اليقظة المنهجية إعادة بناء التبليغ حول حياة مندمجة تخدمها كل أنواع الخطاب، بدءا من خطبة الجمعة ومرورا بدروس الوعظ في المساجد، وانتهاء إلى الإرشاد الذي ينبغي أن يجري على وسائل الإعلام والتواصل بكل الأساليب المعتادة والمستجدة. وبموازاة مع التبليغ بالخطاب، يرى العلماء تصريف تأثيرهم تصريفا ميدانيا اقتداء بالنهج النبوي في القرب من الناس والإلحاح عليهم شفقة بهم، مصداقا لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بحيث يكون من مفاتيح الإقناع قيام المبلغين بتبصير الناس بالمنافع الشخصية والجماعية المتوقع تحصيلها من توجيه الكتاب والسنة تأسيسا للمعروف وتكريسا للاعتدال في كل مناحي الحياة. والمرتجى من الله تعالى يا مولاي
أن يكون هذا التوجه فتحا يبصر الناس بعلاج الحيرة القائمة عند المسلمين والمتمثلة في بعد الشقة بين التوجيهات المثالية للدين وواقعهم غير المرضي في الحياة، وهو علاج لم تهتدي إليه حركات الإصلاح الفكرية في القرنين الماضيين. وإذا قدر الله أن تكون لتنزيل هذا النهج ثمرة ملموسة تقلل من تكاليف الحياة ومعاناتها، فإن هذا التسديد سيكتب لجنابكم الشريف في مبرات المجددين، وسيعزز خصوصية المملكة الشريفة رائدة في تقريب الدين من الواقع في أفق المعنى الملهم الذي يبحث عنه الناس وهم يواجهون العديد من التحديات. حفظ الله سيدنا الهمام وأدامه حاميا للملة والدين، والسلام على المقام العالي بالله. الله يبارك عم سيدي. يقدم السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية في هذا الحفل الديني الكبير إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مولاي أمير المؤمنين، يتقدم بين يديكم كلمتين الفائز بجائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية السيد إبراهيم من مدينة أكادير. يسلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية للسيد إبراهيم من مدينة أكادير. وتأتي هذه الجائزة بين يديكم الكلمتين الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم. ثم يتقدم بين يديكم الكلمتين الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير، وهو السيد حمزة صابو من مدينة طنجة. ثم الفائز بجائزة محمد السادس الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ 5 أحزاب السيد عمر بن عبد العزيز البريدي من المملكة العربية السعودية. ثم تتقدم بين يديكم الكريمتين الفائزة بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي السيدة سعيدة الكيال من الدار البيضاء. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي السيد خالد السبيسي من مدينة تارودانت. ثم يتقدم بين يديكم الكريمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق السيد محسن الغرناطي من مدينة شفشاون. ثم الفائزة بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق السيدة صفاء الفتيح من مدينة الدار البيضاء.
ثم يتقدم بين يديكم الكلمتين الفائز بجائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية السيد الحسن فرصاوي من مدينة مراكش. ثم الفائزة بجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية السيدة أسماء أيت أختي من مدينة سلاد. مولاي أمير المؤمنين، يتشرف أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بالسلام على الجلالة الشريفة. وأعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية هم السادة الدكتور محمد يوسف، الدكتور محمد الكتاني، الدكتور مصطفى بن حمزة، الدكتور إدريس خليفة، الدكتور الشاهد البوشيخي، الدكتور أحمد شوقي بن بين، الدكتور عبد الحميد العلمي، الدكتور إدريس بن طاوية، الدكتور محمد جميل مبارك، الدكتورة خديجة أبو زيد، الدكتورة فريدة زمرو، والدكتور عبد العزيز العسري. في أجواء معطرة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تميز الحفل بذكر الله تعالى وحمده والثناء على أفضاله وسماع أعذب الأمداح التي ألفت حول سيرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وترأس الحفل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وصاحب السمو مولاي إسماعيل. ويأتي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الليلة المباركة اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة وأبهى التسليم، الذي شكل ميلاده مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية بفضل ما تضمنته الرسالة المحمدية من ترسيخ لقيم العدل والمساواة والاعتدال والدعوة إلى العمل الصالح والتسامح بين البشر والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات حتى يعم الرخاء والسلم بين الناس أجمعين. هي مناسبة للإكثار من الصلاة والتسليم على نبي الهدى ونور الحق سيدنا محمد بن عبد الله، وتجديد المحبة لجنابه الكريم تعظيما وتوقيرا وإجلالا. سيد الكائنات وأعلى من وطأت قدماه هذه الأرض قدرا وشأنا عند الله سبحانه وتعالى. هي بحق ليلة مباركة تخلد لحدث عظيم كبير وأجواء قدسية تشع بالتقوى والإيمان في هذه المناسبة الدينية المهيبة، فالرسول الأكرم نموذج للإنسان الكامل والمثال الذي يقتدى به. أراد الله عز وجل به إنقاذ البشرية من ظلمات الجهل، فلنصلي ونسلم جميعا على من بوأه الله تعالى مكانا رفيعا وجعله لنا يوم القيامة شفيعا. وكان نهجه صلى الله عليه وسلم نهج الله ومنهله المنهل العذب الزلال. ليلة مولد خير البشرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي ليلة مباركة تخلد لحدث عظيم القدر
هي أجواء روحية تعيشها الأمة المحمدية في شهر ربيع الأول بذكرياتها التي عطرت أرجاء الدنيا بمولد خير الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان مولده بحق رحمة اكتنفت الكون كله، وشهد الله تعالى في كتابه الكريم أن الرسول الأكرم نموذج للإنسان الكامل والمثال الذي يرجى الاقتداء به. إلى هنا نودعكم وإلى اللقاء.